السلام عليكم، كي دايرين؟ لاباس عليكم؟ مرحبا بكم معايا في فيديو جديد. اليوم ان شاء الله غادي نشارك معكم واحد الوصفه جديده ديال السمك، سهله خفيفه اقتصاديه سريعه، وصفه مختلفه على الوصفات السابقه. ما فيهاش قوه المقادير، ما فيهاش قوه الخضره. نبداو في المقادير. هانتوما غادي تشوفوا شنو غادي ندير. عندي هنا واحد جوج بسباسات مقطعين رقاقين بحال البصله، وجوج بصيلات، 3 ديال البصيلات ولا 4، المهم لكم اختيار على حسب البصله واش كبيره ولا صغيره. تقدروا ديروا البصله الاخرى، انا درت هنا بصله خضاريه اللي متوفر. وريقات ديال البسباس، عندنا ورق سيدنا موسى، مطيشه مطحونه، واحد 3 ديال المطيشات مطحونين، والتوابل. المهم حنا غادي مرحله بمرحله وغادي نوريكم نقول لكم شنو دايره من جميع المقادير. هنا في المقله فيها واحد شويه ديال الزويته روميه، زويته عاديه نباتيه، ولا زيت العود اللي متوفر. انا دايره زيت نباتيه وصافي. غادي ندير فيها البسباس مقطع، وغادي ندير فيها البصيله حتى هي مقطعه باش غادي نشحروا هذا الشيء. وفاصل ونواصل. حتى نقطعوا نكملوا التقطاع غادي نقول لكم شنو اللي كاين. نحاولوا نقطعوا هذا الشيء رقيق صافي. نرقوا بصيله ونرقوا، بغيتو تزيدوا حتى البورو حتى هو غادي يجي في هذه الوصفه زوين. حتى البورو زوين، ويمكن نمشيو على حسب الخضره اللي عندنا متوفر. دابا كما قلت لكم في المقله فيها البسباس والبصله ومليحه. انا غادي نديرها شويه ديال الزيت النباتي باش غادي نشحر هذا الشيء. ايوا غادي نكملوا صافي. نديها نشحرها. الكاميرا كطيطش. من بعد ما تشحر لينا البسباس والبصله غادي نضيف مطيشه مطحونه، واحد 3 ديال المطيشات ولا 4 على حساب واش كبيره ولا صغيره. الا بغيتو ديروا هنا مطيشه مركزه المعلبه ديروها، راه كتصلح. هي في الحقيقه خص مطيشه معلبه، غير انا ما كنبغيش داكشي اللي فيه المواد الحافظه، داكشي اللي درت مطيشه عاديه. هنا شويه ديال الخرقوم، معلقه صغيره ديال الخرقوم، معلقه صغيره ديال سكينجبير، ونص معلقه صغيره ديال البزار. وهذاك الورق ديال البسباس والورق ديال ورق سيدنا موسى نخليهم حتى الاخر. من بعد ما عاوتاني شحرت مطيشه مع البصله، انا غادي نكمل المرحله الاخيره. غادي نخوي هذا الشيء في الكراتان باش غادي ندخل هذا الشيء غادي نطيبو في الفران. غادي نخويه في الكراتان. ايوا هانتوما الرويحه طالعه منه، يا سلام واعره. غادي ندير الرز. درت هنا نص كيلو ديال الرز ديال الشلاضه، الرز صفر ديال الشلاضه مغسول. غادي نخويه حتى هو. نزيد هنا ورق سيدنا موسى، نديروا اللي بغيتو، 5 د الوريقات ولا 6، كيطلق مذاق زوين كيتواتى مع الحوت. هنا دايره الماء سخون، نديرو الماء سخون، نسقيو بالماء سخون باش يطيب الرز. حتى دخلناها للفران ونشفات الرز باقي ما طايب، نزيدوها الماء سخون. دائما نبقى نديرو الماء سخون. المهم حتى يطيب لينا الرز. حنا غادي ندوقو غادي نشوفو. غادي نزيد هنا شويه ديال الملح، حيت في الاول ما درتش بزاف. غادي نزيد واحد شويه ملح على حسب الذوق، راه كتذوقوا شوفوا القياس اللي كتبغيو.
ورقات ديال البسباس بغيتو ديروهم هكا ديروهم، بغيتو تقطعوهم رقيقين قطعوهم، لكم الاختيار. بغيتو تزيدوه لنا خضيره بطاطا دوائر ولا شي حاجه اللي بغيتوها، انا بغيتها هكا بلا خضره، تزيدو بطاطا دوائر كتصلح، خيزو حكوك ولا دوائر اللي بغيتو تضيفوه هنا مع الرز. دابا غادي ندير الحوت. هذا الروبيو في هذه الوصفه بالضبط كيجي فيها الحوت الابيض، كيجي فيها بالاخص الروبيو هو اللي كيجي في هذه الوصفه. هنا راه الحوت منقي مغسول، عطيتو الماء الحوت تسلخو، حيد له القشره ديال برا، سلخ باباه كامل، من الاحسن بلا ما تسلخوه، حيت نقاه ليا مول الحوت دار فيه اللي بغا، لقيتو سلخو. ايوا صافي، دابا غادي ندخلها للفران ونخليها حتى يطيب وتينشف الرز مزيان. وإلا نشف الرز هو باقي قاصح ما طايبش، غادي نزيدو الماء سخون في الفران تنشوف الجهد اللي كان اللي يطيب فيه صافي. ايوا الغديوه ديالنا واجده والصحه والراحه، مذاق مختلف، اكله جديده مختلفه على العادي. ونتمنى نتلاقاو فيديو جاي ان شاء الله. ما تنسوش ديروا لي لايك، ضروري خصكم ديروا لي لايك. اللي مشتركش في القناه يشترك. علاش ما كتخليوليش كومونتيرات والو، ضعيفه، اللايكات والو، مشاهده والو، فين مشيتو؟ يلا باي باي عليكم الزوينه، حتى الفيديو الجاي ان شاء الله. تهلاو ليا في راسكم وعواشركم مبروكه، والى اللقاء.